السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عندي روتين كده حلو، هننزل في السوق نشتري مشترياتنا والحاجات اللي ناقصانا، ولازم اخدكم معايا طبعا، لازم تشاركوني لحظات حياتي كلها. يلا بينا يلا بينا. هنا بقى انا اخدكم عند الفسخاني بتاعي، نجيب فسيخ ورنجه، اكله على كيفكم النهارده. جوله معاكم اهو الرنجه والفسيخ. ادي بقى المشتريات اهي. جبت هنا لحمه يعني ممكن تكفي اسبوعين او 3. ده كيلو اللحمه على فكره عندنا عامله 230 جنيه، يعني ربنا يرحمنا برحمته. ده كيلو بس انا اللي بقطعها، انا بجيبها على بعضها وانا اللي بقطعها. وده كيلو الا ربع بس هي عامله عرقانه كده بتاع مش باينه اهي. تمام. دي كده اللحمه. طبعا حبيبتي اول مره هنعملها السنه دي مع بعضينا. بزله الكيلو ب15 والجزر الكيلو ب5. كيلو. على فكره بحب اعملها قوي بالخرشوف بس ما لقيتش. كمون وفلفل حصى، انا بجيبهم حصى احمصهم واعمل، ما بحبش اجيبهم مطحونين. الكيلو ب120. تمن وتمن عملوا 30 جنيه. الموز حبيبنا بصوا انا بحبه كده قوي لدرجه بصوا ساب العظمه بنقطه. هو ده الموز وحلاوته زي العسل، يتاكل كده. بصوا عايزه اوريكم ده كان عندي، لا هو برضه عمل نقطه. الفاتح ده انا ما بحبوش، مفتاح اللون ده ما بحبوش، احبه كده عامل نقطه. هو ده ابو نقطه. ادي بقى انا وريتكم المحل وموريتكوش انا جبت ايه. الفسيخ ولا ايه، خليت الراجل نضفهولي. دول فسيختين اهم، لما اجي اعملها هوريهم لكم. فسيختين ومعاهم رنجتين. ده ليه بقى؟ عشان انا وجبتاش بناكل الفسيخ وعبد الله وبابا ياكلوا الرنجة. بسم الله ما شاء الله. ادي الرنجة اهي، رنجتين اهو. الفسيخ والرنجة كده بتنضيفهم عملوا 140 جنيه. تمام. دي بقى الزبدة بتاعت يعني هنشيلها للسنة بإذن الله، عشنا وكان لنا عمر. هي عاملة 150 جنيه. جبت 4 كيلو. مش قادرة اوريلكوا الترميلة طبعا مش هتبان هنا، بس الزبدة نمرة 1 بجد. الله يبارك لها، الست كنت مصورة معاها قبل كده وقالتها. دول كده هم 4 كيلو هيتشالوا بقى في الفريزر واسحب منهم اول باول. ودي حلاوه عشان عبد الله مش بيفضل ايه يعني، بعمله سندوتشات الجبنه بيرجع لي بيها لما يبقى في حلاوه مع الاكل بياكل. الحلاوه النص كيلو ب50 جنيه. انا قبل كده كنت جايباها مع الطحينه مخدتش بالي من تمنها، انا اتفاجئت ان الحلاوه النص ب50 يعني. يلا ربنا يرحمنا برحمته. لايكات بقى حبايبي الحاجات الجامده دي. تمام. وده بقى الصابون بتاع الغسيل اللي قلت لكم عليه، بجيبه كده اهو وبعبيه في الجيركن واخد منه اللتر ب7، ال4 لتر ب28. كنت بجيبه ب5. لايكات للصابون، لايكات. هنا كده قطعت اللحمه دي كده الكيلو، قطعتها كده وهكيسها. تمام. وده كيلو الا ربع. هنتغدى بقى النهارده فته. تمام. انا بصراحه رحت السوق وتعبت ومقدرتش اعمل حاجه، مقدرتش اعمل غدا، فاسهل حاجه الفته. الميه غلت، لازم الميه تغلي كويس زي ما انتم شايفين كده. انزل اللحمه، ما بنزلش ولا بهارات ولا توابل ولا اي حاجه،
غير لما اشيل الريم بتاعها. تمام. وهعمل بقى الرز. استناها تغلي، شيل الريم بعدين احط التوابل عليها. هنا بقى هتبل اللحمه. شلت الريم على قد ما اقدر. حطيت بصلايه، فلفل اسمر، شويه جنزبيل. مش عايزه برضو ايه اضيع طعم اللحمه، مش عايزه البهارات تغطي على طعمها. قرفه حبه صغننين برضو. ورق لورا. بعد كل ده ما اقدرش بقى اقول لكم مرقه، يعني انا اهو ما اعرفش المرقه شبطانين فيها دي، بجيب عليها حبهان مستكه واسيبها بقى ايه تتغطى وتوطي عليها النار تستوي مع نفسها. هنا بقى حبيبي دخلت اللحمه على عين الواتشه اللي جوه اهي، وبعمل الرز. طبعا شوحته في الزبده وغليت له الميه وحطيت الملح وهغطي عليه واسيبه. بصوا بقى عايزه اوريكم لون الشوربه عامل ازاي. لما شلت الريم من على الوش الشوربه رايقه. اللحمه بصوا باينه فيها ازاي. بصوا لون الشوربه رايقه وجميله ازاي. اهم حاجه في عشان تاخدي شوربه ريحه وطعم الريم يتشيل. نغطي بقى عليها ونسيبها مع نفسها على نار واطيه. هنا بقى هنعمل الخل والثوم. حطيت حته زبده وهحمر الثوم فيها. احنا كاسكندرانيه بقى معلش في خلاف، بنعمل الخل والثوم من غير صلصه. يعني بنعمل الفته لما نعملها خل والثوم بنحط لها الصلصه. في القهراوية او في مصر بيحطوا لها صلصة، احنا لا. بس سبحان الله بصراحة الفتة ما بيبقالهاش طعم غير في العيد. فعلا اسمها فتة عيد، مهما تعملها وتحبش وتعمل في العيد بيبقى سبحان الله ليها طعم تاني. هحمر الثوم واوريكم. هنا بقى الثوم احمر وحطيت له شويه الخل اهو وشويه ميه اطفي بيهم. طبعا ما كانش هينفع اعمله في الطشه الجامده دي، ما كانش هينفع اعملها في الكاميرا. بس ايه تغلي غلوه واحده. هنركب طبق الفته مع بعض. حطيت العيش قطعته تحت اهو. العيش اهو اتحط تحت عليه الرز، عليه الشوربه وبعدين الرز. وبعدين اوزع بقى ايه الخل والثوم كده عليها. ونحط بقى اللحمه. اللي عايز بقى يحط خل وثوم على اللحمه يحط. وتفضلوا معانا. بصوا اللحمه دايبه ازاي.
بصوا اللحمه جمالها. لايكات بقى للطبق القمر ده، ايه رايكم؟ احلى لايك. تمام. وده كان يومنا النهارده. حبايب قلبي، لايك والشير. اول مره تشوفنا تشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. باي باي.